بنتين بيلاقي ساعة الأومنيتريكس اللي بتخليه يتحول لفضائيين كتير عندهم قدرات خارقة. ده ملخص فيلم بنتين الجزء الأول اللي بيبدأ في مدينة بليود مع شخص شرير اسمه أوين اللي بيكون عنده قوة خارقة وبيدمر في المدينة. ساعتها بقى بيجي كائن فضائي بيقدر يتحكم في النار فبيهجم عليه وبيفضل يتخانق معاه، بس أوين بيكون قوي جدا وبيضربه. أثناء بقى ما هما بيتخانقوا بتيجي الشرطة وبتظهر رجالة أوين وبيتخانقوا معاهم، فبيستخدم الكائن الفضائي قوة النار اللي عنده وبيهزم كل رجالة أوين. بس بيتفاجئ ان أوين بيختفي من المكان فجأة، وساعتها بيختفي الكائن ده هو كمان علشان الشرطة ما تقبضش عليه. وبنكتشف ساعتها ان الكائن ده ولد صغير اسمه بن، وانه اتحول لكائن فضائي بسبب ساعة سحرية لابسها اسمها الأومنيتريكس، والساعة دي بتخليه يتحول لفضائيين كتير. والمفروض ان الساعة دي وقعت على كوكب الأرض من فترة وبن هو اللي لقاها ولبسها، ومن ساعتها وهو بيستخدم الساعة دي وبيحارب الفضائيين الأشرار اللي بيكونوا عاوزين يحتلوا كوكب الأرض. وقتها بيجي جده ماكس وبنت عمه جوين فبيلوموه لانه حارب اوين ورجالته لوحده من غير ما يبلغهم اصلا، فبيقول لهم ان هو كان مضطر يعمل كده لان اوين كان هيدمر المدينه. فبياخدوا جده في العربيه علشان يوصلوا للبيت، وفي الصبح بيروح بين المدرسه وبيقابل جوين بنت عمه وبيطلب منها انها تغششه في الامتحان لانها شاطره جدا وبتطلع دايما الاولى على المدرسه. بس جوين بترفض لانها ما بتحبش الغش وبتقول له المفروض يهتم بالمذاكره اكتر من كده بدل ما هو بيضيع وقته على طول في حاجات ملهاش لازمه. لكنه بيقول لها انا مش بضيع وقتي ولا حاجه، انا بطل خارق بيحمي كوكب الارض من الفضائيين. بس جوين بتقاطعه وبتقول له انه مش هو وحده اللي بيحمي الارض لانها كانت بتساعده دايما هي وجدها ماكس. وبعدها بيروح بني يمتحن وبيكون مش مذاكر اي حاجه خالص، ولما بيخلص بيعرف درجه الامتحان وبيتفاجئ انه للاسف سقط. فبيروح للخزنه بتاعته وبيلاقي ان في حد لازقها باللبان علشان يرزل عليه، فبييجوا زمايله كاش وجوني علشان يتكلموا معاه وبيعرفوه ان هم اللي لزقوا الخزنه بتاعته. فبيتضايق بن وبيفضل يحدفهم بالورق، لكنهم بيتفادوا الورق ده وبيجي في وش المدرس بتاعه. فبيقرر المدرس ان هو يشتكي لعيلته علشان يعاقبوه. ولما بيرجع للبيت بن بيتكلم مع ابوه وامه وهم بيعرفوا باللي حصل وبيطلبوا منه انه ما يعملش اي مشاكل في المدرسه علشان ما يترفتش منها. بعدها بن بيروح علشان يقابل جده ماكس، فبيركب معاه العربيه بتاعته وبيقول له انه حاسس بالملل ومتضايق جدا لان كل زمايله في المدرسه بيضايقوه ومحدش تقريبا بيكون عايز يحترمه. علشان كده بيفكر ان هو يكشف هويته لكل الناس ويعرفهم ان هو البطل الخارق اللي انقذهم من الفضائيين والاشرار اكتر من مره. بس ماكس بينصحه انه ما يعملش كده لان هويته لو اتكشفت الاشرار هيأذوا عيلته وبالتالي هيبقى هو السبب في كل ده. علشان كده بيطلب منه ما يحكيش لاي حد عن ساعه الأومنيتريكس، وفعلا بيوافق بن مع انه مش مقتنع اصلا بالكلام ده. وقتها بقى بنشوف الشرير اوين وهو في المخبأ بتاعه وبيكون متضايق جدا من بن لانه بوظ له خطته للمره الثانيه في تدمير المدينه. وبيبان كده ان هو على تواصل مع الفضائيين وان في مركبه فضائيه فيها جيش من الفضائيين جايين على كوكب الارض علشان يحتلوه. وبننتقل لبن في المدرسه اللي بيتكلم مع مجموعه بنات علشان ينضم لفرقه الرقص بتاعتهم ويشارك كمان معاهم في مسابقه المواهب، لكنهم بيرفضوا لانه ما عندوش موهبه زيهم وبيقولوا له امشي يا فاشل من هنا. فبيقرر بن انه يستخدم ساعه الأومنيتريكس علشان يتحول لكائن فضائي ويوريهم قدراته الخارقه. بس ساعتها بتيجي جوين وبتمنعه وبتاخده علشان يمشوا وبيروحوا للمطعم ده وبيجي زمايله كاش وجوني وبيضايقوه كالعاده. فبيتضايق بن وبيخرج من المطعم وبيقرر انه هينتقم منهم. فبيستخدم الساعه وبيتحول لكائن فضائي حجمه صغير قوي اسم الكائن ده جري ماتر. بس الكائن ده بيكون ذكي جدا لدرجه انه بيدخل المطعم وبيفصل الكهرباء من غير ما حد ياخد باله. وبعدها بيوجه الالات اللي في المطعم على كاش وجوني، ولما بيشغل الكهرباء بتبدا الالات دي تحدف عليهم اكل وبتبهدلهم. ومن بعدها بيروح لعربيه جده ماكس فبيلاقي جوين بنت عمه هناك اللي بتكون قاعده بتتفرج على الصور بتاعتهم على اللابتوب. وبالصدفه وقتها بتلاقي صوره لبن اللي بيكون ظاهر فيها الشرير اوين وبيكون واقف وراه وكانه بيراقبه. فبيقول لها بن ان ده الشرير اللي اتخانق معاه لما كان متحول للكائن الفضائي اللي بيتحكم في النار اللي بالمناسبه بنعرف ان اسمه هيت بلاست. فبتستغرب جوين ان اوين عمال يطارده، فبتقول له ان اوين ده واضح عليه كده انه ناويلك على حاجه وحشه قوي. واثناء كلامهم بيجي جدهم ماكس وبيقول لهم انه عارف اوين ده كويس قوي وحاربه زمان قبل كده وانه كان محبوس اصلا في وكاله سريه اسمها الدفاع عن الارض، ودي وكاله هدفها محاربه الفضائيين في السر، والجد ماكس كان بيشتغل فيها زمان لما كان في شبابه. واوين ده كان بيخطط انه يسرق جهاز الابعاد اللي بيفتح بوابه لكوكب الارض علشان يخلي الفضائيين يجوا يحتلوا الكوكب، والجهاز ده دلوقتي المفروض موجود في الوكاله. فبيقرر
بيقرر ماكس انه ياخدهم ويروح للوكالة علشان يشوف اذا كان جهاز الابعاد لسه موجود ولا اتسرق. واول ما بيوصلوا للوكالة بيلاقوا ان المكان متدمر ومفيش اي حد موجود في الوكالة. وبالصدفة بقى بيشوفوا ساعتها راجل ميت بيكون شبه الهيكل العظمي، ولما بيقربوا منه بيتفاجئوا انه لسه عايش. فبيقول لهم ان اوين هرب من الوكالة وخلص على كل اللي شغالين فيها وان هو اللي حوله الهيكل العظمي. وبيعرفهم ان اوين دلوقتي عاوز يحتل كوكب الارض، بس لحسن الحظ انه ما عرفش يسرق جهاز الابعاد لان اصحاب ماكس خدوه من الوكالة وخبوه في المقر السري بتاعهم. فبيقرر ماكس وقتها انه يروح المقر السري علشان يطمن على اصحابه، وفعلا بيروحوا لهناك. فبيقابل صحابه اللي بيطمنوه ان الجهاز لسه معاهم. وفجأة بيجي اوين ورجالته وبيقتحموا المكان. فبيبدأ ماكس ورجالته يضربوا عليهم نار علشان يخلصوا عليهم. وساعتها بيوصل اوين لجهاز الابعاد فبيحاول يشغله علشان يفتح بوابة في كوكب الارض ويخلي الفضائيين يدخلوا، لكنه ما بيعرفش يشغلها على الرغم انه بيستخدم قوته الخارقة كلها. وقتها بقى بيحاول بين انه يستخدم ساعة الاومنتريكس علشان يتحول لكائن فضائي ويخلص على رجالة اوين، بس اوين بيجيله وبيمنعه وبيستخدم قوته على الساعة وده علشان يخليها تفصل شحن. فبيهرب بين منه بأعجوبة وبيطلع يجري لحد ما بيلاقي عجلة قدامه فبياخدها وبيجري بسرعة في الشارع. ساعتها بقى اوين بيستخدم قوته الخارقة فبيتحكم في عربية عن بعد وبيخليها تمشي ورا بن علشان تخبطه. فبيهرب بن وبيستخبى في اي شارع جانبي وبيحاول ان هو يشغل ساعة الاومنتريكس، بس للاسف بيلاقيها لسه فاصلة. فبيتفاجئ ان اوين قدامه وبيقول له ان مفيش حد في الكوكب دلوقتي يقدر يوقفني وانه كده هيقدر ينفذ خطته وهيحتل كوكب الارض ويحكمه. ولما بيقرب من بن علشان يخطفه بيجي واحد من صحاب ماكس وبيضرب عليه نار. فبيضطر اوين ان هو يهرب بسرعة من المكان. وساعتها بيتكلم صاحب ماكس مع بن فبيحذره من اوين وبيعرفه انه فضائي اصلا ومش انسان. فبيشكره بن لانه انقذه وبعدها بيرجع للبيت بسرعه. وهناك بيلاقي والده ووالدته قاعدين مستنيينه وبيزعقوا له لانه رجع للبيت متاخر وبيسالوه انت كنت فين يا بيه. وطبعا بيكذب عليهم وبيقول لهم انه كان بيتدرب على الرقص لانه اشترك في مسابقه المواهب. وهنا بنعرف ان والده ووالدته ما يعرفوش حاجه عن قوته الخارقه ولا عن ساعه الاومنتريكس اللي هي بتكون موجوده في ايده. وبعدها بيستأذنهم وبيدخل لاوضته. وهناك بقى بيتفاجئ ان جده ماكس قاعد على الكنبه ومستنيه وبيقول له انه جاي علشان يهربه في اي مكان امن لان اوين دلوقتي عاوز يخلص عليه لانه معاه ساعه الاومنتريكس وهو الوحيد اللي يقدر يقف قصاده. بس بن بيقول له ان الهروب مش هو الحل وانه لازم يكون شجاع كفايه ويواجه مشاكله بنفسه بدل ما يهرب منها. فبيفرح ماكس جدا بكلامه وبيقول له انا فخور بيك وبيعرفه انه هيخلي اصحابه العملاء السريين اللي بيشتغلوا في الوكاله يراقبوه في كل مكان علشان يحموه لو اوين ظهر له. وبننتقل للفضاء وبيكون في سفن فضائيه كتيره جدا في طريقها للارض وبيكونوا مستنيين اي بوابه تتفتح عن طريق اوين علشان يدخلوا. وفي تاني يوم بيروح بن للمدرسه فبيشوف العملاء السريين وهم متنكرين في زي عمال نظافه فبيفضلوا يراقبوه من بعيد. ساعتها بقى بيتكلم بن مع جوين بنت عمه وبيقول لها انه مش محتاج كده حد يحميه لانه اصلا قوي كفايه ومعاه ساعه الاومنتريكس. فبتقول له جوين بلاش العنطزه الكدابه دي وان جده خايف عليه مش اكتر لان اوين مستحيل يسيبه في حاله. فبيتضايق بن جدا لانها بتقل منه وبيروح يقعد في ملعب السله لوحده. وهناك بيجي المدرس بتاعه وبيقول له اوعى تقلق احنا كده كلنا جنبك وهنحميك. فبيتصدم بن وبيفهم ان المدرس هو كمان واحد من العملاء السريين. ساعتها بيظهر اوين وبيضرب المدرس وبيرميه لبعيد وبيفضل ماسك في بن علشان يخلص عليه. بس بن بيستخدم ساعه الاومنتريكس وبيتحول لكائن فضائي اسمه دايموند هيد وبيقدر يحدف بلورات. وساعتها بيدخلوا الطلبه فبيضطر اوين ان هو يهرب من المكان. فبيروح بن وبيستخبى في الحمام لحد ما يرجع للشكل الطبيعي وبيخرج بعدها من الحمام فبيلاقي وقتها ان جوين قدامه وبعدها بتاخده وبيخرجوا علشان يقعدوا مع بعض. فبيجي جدهم ماكس علشان يطمن على بن وبيقول له انه لازم يخبيه في مكان امن لانه قلقان عليه جدا لحد ما فجاه بيظهر اوين فبيفجر العربيه بتاعت ماكس وبيخلي رجالته يخطفوهم هم الثلاثه. فبياخدوهم للاسف للمخبأ بتاعهم وبيكونوا رابطينهم علشان محدش يهرب. وهناك بيتكلم اوين وبيقول لهم انه سرق جهاز الابعاد لكنه دلوقتي مش عارف يشغله ومحتاج مساعدتهم في تشغيله. وبيقول لهم انه عارف كل اسرار ساعه الاومنتريكس لانه اصلا سافر عبر الزمن اكتر من مره وممكن يقول له على سر يخليه يتحول لعدد نهائي من الكائنات الفضائيه بدل ما هو بيتحول ل10 كائنات بس.
بس ده في مقابل حاجة بسيطة، وانه يدمج الحمض النووي بتاعه في ساعة الاومنتريكس ويخلي بن يتحول لاوين علشان هو اللي عنده القوة ان هو يفتح البوابة علشان جيش الفضائيين يخش من البوابة دي لكوكب الارض ويقدروا يحتلوه. واوين بيقول لبن انت الوحيد اللي هتقدر تفتح البوابة دي لان ساعة الاومنتريكس فيها قوة خارقة ملهاش مثيل. وبعد ما بيخلص كلامه بيدمج الحمض النووي بتاعه في ساعة الاومنتريكس فبيحول بن الكائن شبه اوين بالظبط، وطبعا بيكون مسيطر عليه وبيأمره ان هو يشغل جهاز الابعاد ويفتح البوابة. فبن وهو متنوم مغناطيسيا بيوافق على اي كلام بيقوله اوين وبيشغل الجهاز وبيفتح البوابة. ساعتها بقى بتكون السفن الفضائية على وشك انهم يدخلوا لكوكب الارض. في اللحظة دي بقى بيتحرر ماكس وبيحرر جوين وبيقرر ان هو يروح يقفل الجهاز بسرعة علشان البوابة تتقفل، لكنه بيفشل. فبيتفاجئ ان في طاقة كهربائية خارجة من الجهاز وبتكون على وشك انها تخلص عليه تماما. فبتروح جوين وبتتكلم مع بن وبتحاول تفوقه من سيطرة اوين وبتقول له جدك محتاج لك ولازم تنقذنا لانك بطل. وبالفعل بن بعد الكلام ده بيفوق وبيرجع لطبيعته. فبيتفاجئ ان جده للاسف قرب يموت بسبب الكهرباء اللي في جهاز الابعاد. فبيروح هو واصحاب جده علشان ينقذوه وبيقفلوا الجهاز في اخر لحظة وبالتالي البوابة بتتقفل. بس فجأة اوين بيوقف الزمن علشان يخلص على بن وجده، بس بن بيستخدم ساعة الاومنتريكس فبيتحول لكائن فضائي شبه الوحش ولونه برتقاني وبيكون اسمه وايلد موت. فبيضرب اوين وبيحدفه ناحية جهاز الابعاد بعد ما جده ماكس شغله تاني. فبينقلوا للفضاء وبيقفلوا الجهاز تاني وبكده بيكونوا اتخلصوا من شره للابد. وفي تاني يوم بقى بيكون بن في مسابقة المواهب في المدرسة فبيشارك هو وجوين في المسابقة لوحدهم على اساس انهم هيقدروا يقدموا عرض سحري. ولما بينزل بنتين تحت القماشة بيتحول لوايلد موت، وكل ده طبعا بيحصل من غير ما حد يشوف. فبيطلع المسرح على اساس ان جوين ساحرة وحولت بن للكلب ده، وبعدها بيرجعوه للشكل الطبيعي تاني وبيسقف لهم كل الموجودين، وطبعا بيكونوا فاكرين ان ده عرض سحري فعلا. وفي النهاية بيكسبوا هما المسابقة وبيخلص الفيلم. وبعد 10 سنين تعالوا نتعرف على بنتين اللي بيقدر يتحول لفضائيين جداد. ده بنتين. بنعرف ان بنتين لقى ساعة الاومنتريكس نازلة من السماء في مكان كده وكانت ضايعة من الكائنات الفضائية اللي كانت بتملكها، بس القصة دي خلصت من زمان واللي جاي البداية الحقيقية لعالم بنتين وفي فضائيين واشرار جدد. بس تفتكر ان بنتين هيقدر عليهم؟ بصراحة انا متوقعش. المهم خلينا نتعرف في البداية على الوحوش اللي في ساعة الاومنتريكس اللي بيكون منها بيجي تشيل، كائن فضائي شبه الشبح بيقدر يختفي ويعدي من الجدران وكمان بينفخ جليد بيجمد اي حاجة. وهيومن جسور بقى كائن عملاق شبه الديناصور عنده قوة جسدية جبارة وبيكبر في الحجم كل ما بيتعصب اكتر. اما نانو ماج اصغر كائن فضائي في الساعة بيقدر يدخل جوه الاجهزة ويتحكم فيها من جوه. وفي معلومة زمان كانت بتقول ان هو اللي اخترع الاومنتريكس. المهم دلوقتي تعالى اعرفك اكتر على اصحاب بنتين. اولهم جوين اللي في جسمها طاقة سحرية غامضة من سلالة قديمة تقدر توقف الزمن وتصنع دروع طاقة وتفتح بوابات لعوالم مختلفة. وده بقى كيفن كان عدوه وبقى صاحبه وعنده قوة خارقة تخليه يمتص اي مادة ويتحول ليها. وده الجد ماكس القائد اللي الكل بيثق فيه، دخل حروب مع الفضائيين من ايام ما بنتين ما كانش اتولد اساسا، وعنده اسرار عن الكواكب كلها ومخزن اسلحة محدش يعرف عنها حاجة. بس من غير كلام كتير يلا نبدأ. بيبدأ الفيلم على حدود مدينة بلود وفي مخزن مهجور كيفن بيروح يقابل مهربين بيشتغلوا في السوق السوداء جايين يبيعوا له حاجة بيقولوا عليها تكنولوجيا فضائية. واول ما بيفتحوا الشنطة بيخرجوا منها انابيب مليانة شرايح غريبة واللي جايين يبيعوها نفسهم مش فاهمين هي ايه اصلا. وكيفن على طول بيكلم جوين علشان تحلل الشرايح دي، وبن بيلاحظ ان في حاجة غلط وان الاومنتريكس بتبدأ تتلخبط وبتتشوش وكأن الشرايح دي بتأثر عليها. وواحد من البياعين بيتعصب وبنشوف واحدة لابسة خوذة بتقول بمنتهى الثقة احنا البلوبارس، ودي معناها شرطة الفضاء، فريق سري كده لحماية الكواكب. لحظتها بن بيستغرب وبيسألها ازاي انت عرفت توصلي هنا، فبتشيل الخوذة وبتفاجئهم وبتطلع واحدة اسمها ايلين وبتكون زميلة قديمة وبيكونوا من زمان طردوها هي ووالدها فيكتور من سنين. بس اللي ما يعرفوش بن ان في حد بيراقبهم من بعيد بيسجل كل كلمة. ساعتها بن بيتفاجئ اكتر وبيقول ان جده حكاله ان ايلين وابوها اختفوا فجأة بس كان شاكك وملقاش السبب الحقيقي. وبن وهو لسه مش مستوعب اللي بيحصل بيقول لايلين ان جده قال له انهم سابوا البلوبارس بمزاجهم، بس ايلين بترد عليه وبتنفي الكلام ده فبيحس ان في حاجة مش مفهومة وبيسألها انا عايز اعرف انت بتعملي ايه وسط تجار السوق السوداء دول. وهنا ايلين بتعرفه ان كل اللي بيحصل ده من اول الاجتماع في المخزن هي كانت مظبطاه وكل ده علشان تقدر تقابلهم وبتطلب مساعدتهم. وليه بقى؟ لان والدها فيكتور اختفى من كذا سنة من غير اي اثر. ولحظتها بيجي الخطر الحقيقي، الشخص اللي كان بيراقبهم من بعيد بيبتدي يسيطر على الشرايح وفجأة الكبسولات بتتكسر والشرايح بتطير في الجو زي سراب حشرات شرسة وبتهاجم كل اللي في المكان
وبن بيحاول يدافع عن نفسه وبيمد ايده وبيحاول يستخدم الساعه علشان يتحول لكائن فضائي، لكن الصدمه ان الاومنيتريكس مش شغاله ولسه متشوشه وواقفه تماما ومفيش اي استجابه. وهنا جوين وكيفن بيلاقوا نفسهم في مواجهه مباشره مع سراب الحشرات ده، وبيضطروا يتعاملوا معاهم بنفسهم، والوضع بيبقى فوضى والمكان بيتقلب لجحيم حرفيا. وفي وسط المعركه البياعين بيركبوا الموتوسيكلات بتاعتهم وبيهربوا سايبين المكان بينهار حواليهم، والحشرات بتبتدي تبوظ دعامات المخزن وبتوقعوا فوق اللي فيه. وبعد ما بيفلتوا باعجوبه بن بيقعد يفحص الشرايح دي وبيبدا يشك انها نوع من التكنولوجيا وبيتم التحكم فيها عن بعد. وفجاه بيشوف الشخص اللي كان بيراقبهم من الاول واقف في اشعاع كده، وساعتها بن بيشك على طول ان هو المسؤول عن كل ده وان هو اللي بيحرك الحشرات دي، وبيحاول من جديد يتحول باستخدام الاومنيتريكس وبيختار شكل سبايدر، لكن بسبب التشويش اللي بيحصل من الشرايح بيحصل خلل، وبدل ما يتحول للعنكبوت بيتحول لبيج تشيل اللي بيقدر يجمد كل حاجه بنفسه. والفضائي بيجي في وقته وبيج تشيل بياخد نفس جامد وبيطلع زفير جليدي وبيحبس سراب الشرايح جوه كتله تلج ضخمه، وبعدها التلج بيتكسر لملايين القطع وبيطير معاه عدد كبير من الحشرات في ضربه واحده، والسراب خلاص اتحاصر. لكن بن ما بيكتفيش وبيجري بسرعه ورا الشخص اللي كان بيحرك الحشرات دي وبيحاول يجمده بنفس النفس الجليدي، لكن الشرير بيكون اسرع وبينط من على الشعاع وبيرمي سراب جديد ناحيه جوين، فبن مضطر يسيب المعركه ويروح يساعدها. وللاسف دي اللحظه اللي كان مستنيها الشرير عشان يهرب، واللي بيوجع بها إلينا هي كمان بتختفي معاه. والموقف بقى غريب جدا، وجوين وكيفن بقوا مقتنعين تماما ان إلينا كانت متورطه مع الشرير ده وان كل ده كان فخ من الاول للاخر. بس بن مش قادر يصدق كده بسهوله وبيفضل عقله شغال، خصوصا انه حاسس ان في حاجه مش مفهومه في قصه طرد إلينا وابوها من شرطه الفضاء. علشان كده بياخد قرار ان هو يروح للمقر ويسال جده بنفسه عن فيكتور ابو إلينا. وفي مركز الاتصالات الفضائيه الثلاثه بيستنوا الرحله اللي جايه مع ماكس جد بن، وفي الوقت ده بيقرروا يستغلوا الفرصه ويفحصوا شويه الشرايح اللي جمعوها. وهنا بيكتشفوا المفاجاه، الشرايح دي مش بس اجهزه تكنولوجيا، دي كمان فيها حياه، يعني نصها آلي ونصها كائن حي. وجوين اللي فضولها دايما سابقها بتحاول تستخدم قوتها علشان تقرا طاقة الشرايح وتحاول تشوف طبيعتها بشكل أكبر، بس للأسف مفيش أي نتيجة. ساعتها كيفن بيتدخل وبيقول سيبوا الموضوع ده عليا، وبيقرر يتتبع مصدرها عن طريق الكمبيوتر. وفي الوقت اللي كيفن شغال فيه بن بيقترح يسيب كل ده ويروح يدور على إلينا، بس الكلام ده ما بيعجبش جوين، والاتنين بيدخلوا في نقاش حاد والموضوع بيبدأ يسخن شوية، ويدوب من هنا الخناقة بتبدأ وجدهم ماكس بيدخل من هنا القائد الكبير بتاع الشرطة الفضائية. وأول ما عينه بتقع على الشريحة اللي بيفحصوها بيقول بنبرة فيها قلق كده أنا شفت الشريحة دي قبل كده بس مش فاكر فين بالظبط. وبن بيلقط الخيط على طول وبيقول دي أحسن فرصة يسألوا فيها عن طرد فيكتور أبو إلينا، بس فجأة جهاز الإنذار بيصفر، معنى كده إن في متسلل دخل المقر، والكل بيتحرك بسرعة وبيتبعوا إشارات طاقة لحد ما بيوصلوا لأوضة ماكس. والمفاجأة إنهم بيلاقوا إلينا وبتكون واقفة ومستنياهم، واول ما ماكس بيشوفها بيزعق لها وبيقول لها انت بتعملي ايه هنا يا هانم، وبيحاول يطردها فورا. لكن بن المره دي بيقف في صفها وبيشرح لجده انها جايه علشان تطلب المساعده، وان ابوها فيكتور اختفى وممكن يكون اتخطف من الشخص اللي بيحرك الحشرات. بس باقي الفريق وخاصه جوين وكيفن لسه مش مصدقينها، وكيفن بياخدها وبيطردها من المعمل. اما ماكس بيفضل قاعد مع ولاده واحفاده وبيفضل يشرح لهم الحقيقه، وبيفتح الكمبيوتر وبيوريهم ملف فيكتور وبيقول لهم ان هو اتطرد واتمنع من دخول الشرطه الفضائيه لانه اتقبض عليه وهو بيسرق الشرايح الغريبه دي من مخزن الاسرار قبل كده، وده السبب في انهم شالوا اسمه وطردوه للابد. لكن بن بيرفض يقتنع ان إلينا ليها ذنب في اللي ابوها عمله، وبيقول لهم بثقه ان إلينا هي اقرب خيط نوصل بيه للي ورا كل ده واللي بيحرك الحشرات دي. بس ماكس بيرفض يصدق ان إلينا بريئه وبيقول له اللي انت بتحكيه ده يا بن مش مقنع، وباين عليه لسه شاكك فيها. لكن بن اللي خلاص قرر يثق فيها بياخد قرار جريء وبيسيب المقر من غير ما ياخد اذن، وبيسرق موتوسيكل جده وبيتحرك لوحده علشان يلحق إلينا، والاتنين بيكونوا في السكه رايحين للمكان اللي إلينا لقت فيه الشرايح الفضائيه دي. لكن في نفس الوقت بنشوف فيكتور ابو إلينا ماشي لوحده وسط الضلمه لحد ما بيقابل اتنين بلطجيه بيحاولوا يسرقوه، وبيقولوا له انه ما يبقاش يمشي لوحده في المكان ده. بس فجاه بيبتسم ابتسامه مرعبه وبيقول لهم انا مش لوحدي، وبيفتح دراعه فبيطلع منه سراب ضخم من الشرايح، والسراب بينقض عليهم وبيخترق جسمهم وبيحولهم لمجرد زومبي تابعين ليه
حقيقي من غير عقل ولا اراده. وفي نفس الوقت بن وإلينا بيوصلوا للمكان المشبوه وبيبداوا يدوروا على اي دليل، لكن من غير ما يعرفوا الشرير الحقيقي اللي هو فيكتور اللي بيكون واقف بره، وبيكون معاه جيشه من الزومبي، وبيحملوا صناديق في عربيه تابعه لشركه اسمها شوب إت، وبيكونوا الاتنين بيحققوا جوه وما يعرفوش ان الخطر الحقيقي حرفيا على الباب. وفي اخر الممر بيوصلوا لمعمل قديم كده، وبيكون ده معمل فيكتور، وبيلاحظوا ملاحظات مكتوبه بخط ايده واستماره شحن من نفس الشركه. وخلال ما بيحاولوا يربطوا الاحداث ببعض بتدخل مجموعه عليهم فجاه وبيقولوا لهم ان احنا جايين نساعد، بس بن بيفضل مركز وبياخد باله من حاجه مرعبه، وهي ان عينهم فيها لمعه غريبه مش طبيعيه خالص. وإلينا اللي عندها خبره مع الشرايح بتشوفها ماشيه جوه جسمهم تحت الجلد، والاتنين بيكونوا مصدومين ان الناس دي كلها الشرايح الفضائيه سيطرت عليهم بالكامل. وفجاه واحد من المصابين بيقول لهم تعالوا نقابل الملكه، وكلهم بيبتدوا يقربوا منهم بهدوء مرعب. ولما بن بيحاول يستخدم الأومنيتريكس، لكن كالعاده تشويش الشرايح مأثر عليها ومش قادر يختار اي كائن يتحول له. وطبعا مفيش وقت للتفكير، وبيضطروا يجروا باقصى سرعتهم وبيفلتوا من الباب الخلفي عن طريق مخرج الطوارئ، لكن برضه بيلاقوا نفسهم محاصرين ومفيش مخرج، ومجموعه المصابين بيقربوا منهم اكتر واكتر. وفي اللحظه دي بن بياخد مخاطره مجنونه وبيستغل دعم استقرار الأومنيتريكس وحاول يعمل لها حاجه اسمها اوفر درايف. وبالفعل الأومنيتريكس بتنفجر وبتعمل موجه صدمه قويه بتطير كل اللي حواليه وبتفتح فتحه يقدروا يهربوا منها. والاتنين بيجروا على درجاتهم الناريه وبيبتدوا الهروب وسط ظلام الليل، لكن فجاه إلينا بتتزحلق من على الموتوسيكل بتاعها وبن بيرجع لها فورا عشان ينقذها، وبيشيلها على ظهره وبيكمل جري بالموتوسيكل لحد ما بيبعد عن الخطر تماما. وهو لسه بيحاول يستوعب اللي حصل بيقول لإلينا الخطوه اللي جايه لازم تبقى عند شركه شوب إت، وهناك هنلاقي اللي الشخص الغريب كان بياخده في العربيات، وهناك هنعرف مخططه اللي هو فيكتور يا صديقي. وفي نفس الوقت في مقر شرطه الفضاء كيفن وجوين بيوصلوا اخيرا لتتبع مصدر طاقه الشرايح، وبيكتشفوا ان اغلب الطاقه متجمعه عند مركز التوزيع الرئيسي لشركه شوب إت. والاتنين بيروحوا وبيقتحموا المكان وبيبتدوا يدوروا وسط الاوراق والملفات، وبيلاقوا سجلات شحنات متوزعه على بلاد مختلفه في العالم. لكن وسط ما هم بيفتشوا موظف غريب كده بيدخل عليهم وبيقول لهم الشركه مقفوله ارجعوا وقت تاني. وجوين بتحس ان في حاجه غلط مش طبيعيه وبتساله طالما هي مقفوله انت موجود بتعمل ايه هنا؟ الراجل بيرد بنبره غريبه كده وبيقول لهم مهمتي اني اخدم الملكه. وبيتصدموا هما الاتنين وبيكتشفوا انه بقى واحد من المصابين. وكيفن من غير تفكير بيمد ايده على خشبه جنب منه وبيمتص خصائصها وبيضرب الراجل لكمه وبيطيره في الهواء، وبيستغل الفرصه وبيخطفوا المستندات وبيجروا على العربيه بسرعه. وفي العربيه وهما بيربطوا الاحزمه وبيبصوا في المرايه كده وبيشوفوا الموظف الغريب واقف وراهم، وبيكون الموظف بيعمل حركات مريبه بجسمه كانه بيتحول. وجوين وهي بتلف وشها لقدام بتكتشف المفاجاه المرعبه، وبتلاقي ان الموظف الغريب ده مش بس مريض، ده هو اللي بيحرك الشرايح بنفسه. وفجأة الشرايح بتبتدي تتجمع في شكل كورة متدورة كده وبتبدأ تخبط في الازاز الامامي للعربية بشكل عنيف لدرجة ان الازاز بيتهز وبيكون قرب يتكسر. وكيفن بقى من غير تفكير بيضغط بنزين جامد وبيطير بالعربية بتاعته وهو بيجري باقصى سرعته، بس الكرة الفضائية مش سايباه في حاله، وثلاث كور عملاقة بيتجمعوا من الشرايح وبيجروا وراهم وبيتدوروا زي الكرات الحديد وبيسحقوا اي حاجه قدامهم. لكن كيفن بيعمل حركه مراوغه مجنونه وبيخلي واحده من الكوره تخبط في حيطه وتتفتت، بس الكوره بتتجمع تاني بسرعه كأن مفيش اي حاجه حصلت. وساعتها كيفن بيقول ان ولاد الهرمه دول مش هينفع معاهم غير السرعه، وبيفعل نظام التربو في العربيه وبيدوس بنزين كانها مساله حياه وموت، بس الكوره بتكون وراه مهما يروح، ومفيش اي حل غير انهم يدخلوا على موقع بناء مهجور ويستدرجوهم لهناك. وبيستخدموا الارض المفتوحه دي وبيدوسوا بالعربيه على الكره الفضائيه وبيضغطوها تحت العجل، لكن للاسف العربيه بتتقلب من فوقهم وبتتهرس جامد. لكن المفاجاه ان كيفن وكوين بيخرجوا منها بسلام وبيبتدوا يظبطوا حالهم بسرعه، وفجاه من فوق كوبري قريب بيظهر وحش الكره العملاق وبيكون اكبر من اي مره قبل كده، وبيكون واقف فوقهم جاهز يهرسهم. وكيفن بيجهز نفسه وبيحول جسمه لحجر صلب مستعد للقتال. لكن قبل ما الوحش يهجم بن بيوصل طيران من فوق الموتوسيكل وبينط في الهواء، وفي اللحظه دي بيتحول للوحش الديناصور المدرع. وهو لسه في الجو بن بيحضر البوكس وبينزل على طول على الكوره، واللكمه بتكون جباره، بس كالعاده الشرايح ما بتموتش بسهوله وبتتجمع تاني وبتتحول لكور صغيره وبتضرب عليه اشعاع ليزر متفجر. لكن هيومن جسور جلده مدرع وبيستحمل القذائف اللي نازله عليه، وهيومن جسور بقوته الجباره بيبتدي يضرب في الكور وبيفتت منها جزء كبير جدا، لكن الشرايح ما بتستسلمش بسهوله، والسراب بيبتدي يتجمع حوالين بن وبيشكل قبه حواليه، قبه من شرايح متوحشه بتحجزه
ومش بتديله فرصه يهرب. لكن هيومن جسور بيشد عضلاته وبيفجر نفسه بره القبه الحديديه دي وبيخرج منها زي الوحش الحقيقي. بس تفتكر ان هي خلصت كده؟ لا طبعا، لسه المفاجآت ما خلصتش. الشرايح بتتجمع تاني وبتتحول لمخلوق فضائي مرعب شكله عامل زي اناكوندا آلية عملاقه بتلف الهواء وبتقرب منه بسرعه، وبين اللي بيبص حواليه بسرعه مفيش سلاح ومفيش وقت، فبياخد قرار مجنون وبيرفع عربيه كيفن وبيستخدمها وهي كانها مضرب بيسبول وبيخبط بيها الاناكوندا المعدنيه بكل قوته، وبالفعل الضربه بتطير اجزاء كتير من الكائن. واللي حوالين بن بيهدى اخيرا شويه. بعد ما الدنيا بتهدى بن بيرجع لشكله البشري وبيقعد مع كيفن وجوين علشان يفكروا هيعملوا ايه دلوقتي. وبعد نقاش سريع بيوصلوا القرار، وهو ان لازم ياخدوا واحده من الشريحه دي كعينه ويرجعوا بيها للمختبر علشان يحللوها. وبياخدوا ايلين معاهم وبيدخلوها اوضه ماكس اللي بيكون قاعد بيتابع الاخبار العاجله، وكل الاخبار كانت بتتكلم على الشرايح اللي انتشرت على مستوى العالم، وكل لحظه بتزيد اكتر واكتر. واول ما الاولاد بيشرحوا له اللي حصل، ماكس بياخد العينه الجديده وبيبتدي يحللها بنفسه، وبيكتشف ان اللي بيواجهوه مش كائنات فضائيه مستقله، دول اطراف ذكيه واجزاء خارجيه لجهاز فضائي بيشتغل بتقنيه التحكم العقلي. وبعد ما بيخلص التحليل بيقرر يحط العينه تاني في البرطمان، لكن غلطه بسيطه بتحصل، وان واحده من الشرايح دي بتتزحلق وبتخرج ومحدش فيهم بياخد باله انها بدات تتحرك بهدوء، وبتتحرك حوالين الترابيزه وماشيه وكانها بتدور على فريسه. وفي وسط ما الكل قاعد بيخطط وبيحاولوا يلاقوا حل نهائي يوقف الغزو ده، بن بيفتكر حاجه مهمه جدا، وبيقول ان الناس اللي تم التحكم فيهم كانوا بيكلموه عن ملكه، يعني كده ان في قائد لكل السراب ده، ولو قضينا على القائد ده مش هيبقى في شرايح جديده هتتولد، وساعتها الخطر ده كله هينتهي. والخطه بتكون واضحه، لازم يوصلوا للملكه ويقضوا عليها باي ثمن. والكل بيقعد قدام الكمبيوتر بيبتدوا يدوروا على اي اشاره تدل على مكانها، تتبع طاقه، اشارات فضائيه، اي حاجه ممكن تفيد. لكن في وسط الزحمه والتوتر محدش بياخد باله من الشريحه اللي هربت، واللي بهدوء بتتسلل على دراع ماكس وبدون ما يحس بالسيطره عليه تماما بتخش جسمه. وبعد شويه بن بيروح يساله عن حاجه معينه، لكن بيتفاجئ بمشهد مرعب، وجده القائد الاسطوري عينه بقت غريبه وحركاته مش طبيعيه، وبيشيل شاشه الكمبيوتر وبيحاول يرميها على بن، وبن بيصرخ والباقيين بيجروا بسرعه على الصوت، وكيفن بيتصرف في اللحظه الحاسمه من غير تردد وبيدي للجد ماكس بوكس على راسه وبيخليه يهدى شويه علشان يوقفوه من اذى بن. بس وهما مشغولين في اللي حصل، ماكس بيقوم بهدوء وبيفعل جهاز دخان في المعمل وبيغرق المكان كله دخان، والرؤيه بتبقى صفر والكل مش شايف حاجه، وماكس بيهرب من خلال انفاق القاعده من غير ما حد يقدر يوقفه. لحظتها يا عزيزي الكل بيتجنن، وماكس اختفى والدنيا بقت خارج السيطره، بس بن بيفضل ثابت ومركز وبيفكر في المهمه الاصليه، وان هي لازم يلاقوا الملكه ويقضوا عليها. وبيرجعوا للكمبيوتر يحللوا خريطه انتشار الشرايح حوالين العالم، وبيكتشفوا ان اغلبها موجوده في المدن الكبرى. لكن في نقطه غريبه بتلفت نظرهم، وبيكون عدد غير طبيعي من الشرائح متجمعه في بلد صغيره في ولايه ميسوري، وبتكون بلد ريفيه ما فيهاش اي حاجه ملفته للنظر. وجوين بتدور بسرعه وبتكتشف ان البلد دي هي المقر الرئيسي لشركه شوب ات. ساعتها بن بيربط كل الخيوط ببعض وبيقول ان اكيد الملكه هناك هي اللي بتدير العمليه كلها من جوه المقر ده. بس في مشكله، العربيه بتاعتهم اتدمرت خالص في المطار ده، ولازم يلاقوا وسيله توصلهم لهناك. وكيفن بيضحك وبيقول كنت مستني عيد ميلادك يا بن، لكن باين عليك هتاخد هديتك بدري. وبيكشف له عن عربيه جديده كان بيجهزها له مخصوص ليه، وبتكون مدرعه وسريعه ومجهزه لمهمات زي دي بالظبط. وبن بيركب العربيه الجديده والكل بينطلق في طريقهم للقريه، ولما بيوصلوا بيشوفوا بعينهم المقر الرئيسي للشركه، وبيكون متحول لوكر كبير للمصابين، وبتكون حركتهم غريبه وناس كتير مش طبيعيه، وكلهم تحت سيطره الملكه. ومع تاكدهم انهم في المكان الصح بيقتحموا المقر من غير تردد. واول ما بيدخلوا بيشوفوا ماكس اللي دلوقتي بقى تابع للعدو واقف وبيتكلم مع مصاب تاني، لكن للاسف ما بيقدروش يعملوا له حاجه دلوقتي، ولازم يركزوا على الهدف الحقيقي وبيكملوا طريقهم. وفجاه بيلاقوا خط انتاج ضخم شكله آلي متطور وبيكون شغال على تصنيع الشرائح بشكل جماعي. وفي نص الخط كيفن عينه بتقع على شخص واقف بيتحكم في كل حاجه، وبيكون مين بقى؟ ايوه يا صديقي، هو فيكتور. وهو ده الراجل اللي كان في المخزن من الاول، يعني من البدايه فيكتور كان ورا كل حاجه، من اول صفقه الشرايح لحد انتشار الاصابه. والكل بيلف يبص لإلينا والشك بيرجع يسيطر عليهم تاني. وكيفن بيتكلم بحديه وبيقول لإلينا انت كنت عارفه يا هانم ان ابوكي ورا كل ده؟ بس إلينا بتدافع عن نفسها وبتقول له ابدا والله ما كنت اعرف، ما انا لو عارفه حاجه كنت قلت
قلتها لكم، انا اصلا جايه معاكم ادور عليه. وبتقول له ان اكيد هو مصاب زيهم، وبتقول لهم شوفوا تصرفاته نفس اللي حصل مع الجد ماكس. والكلام بيكون منطقي، بس كيفن لسه مش قادر يصدق وبيتهمها بالخيانه. لكن كالعاده بن بياخد صفها وبيقول لهم لو في احتمال واحد انها بتقول الحقيقه لازم نديها فرصه. وهنا الكل بيسكت وبيبتدوا يركزوا على فيكتور، وبن وهو بيراقب تصرفاته بيلاحظ حاجه مرعبه. وفيكتور مش بيكون بس بيشغل المصنع، ده كمان بيبيض. وده مش افيه، لا بجد والله هو بيبيض، بيكون بيطلع بيض فضائي. وده معناه شيء واحد بس، هو ان الملكه جواه. وبكده الخطه بتكون واضحه، لو عايزين يوقفوا كل حاجه لازم يوقفوا فيكتور. وكيفن بيقترح فورا انهم يقضوا عليه، لكن إلينا بعينها اللي مليانه خوف بتتوسل ليهم وبتقول لهم يا جدعان مهما حصل ده برضه ابويا، ولازم على الاقل بس نحاول ننقذه. وبن بيفتكر وعده ليها وانه هيحاول ينقذ فيكتور باي طريقه، فبياخد قرار خطير وهو انه هيتحول ويقتل الملكه بنفسه. لكن جوين بتعترض وبتقول له انت مجنون، لو الكائن اللي انت هتتحول له اللي هو اقوى كائن في الكون اتصاب بالشرايح دي تبقى نهايه البشريه كلها. هنا كلهم بيبتدوا يتناقشوا والتوتر وصل للاخر، لكن وهم لسه مختلفين إلينا من غير ما تقول ولا كلمه بتتحرك لكن بتتشد فجاه من وراهم، وواحد من المصابين بيمسكها وبيصرخ باعلى صوته. لحظتها السراب كله بياخد خبر بوجود المتسللين، والدنيا بتتقلب وما بيكونش فيه وقت. وبين ما بيفكرش لحظه تانية وبيمد ايده على الاومنيتريكس وبيضغط على الاومنيتريكس ومستعد يتحول باي شكل، لكن التشويش بتاع الشرايح لسه شغال. والنتيجه ان بن ما بيتحولش لاي بطل خارق معروف، بيتحول لحاجه جديده مختلفه تماما. وبيكون بيفضل يصغر ويصغر ويصغر اكتر لحد ما بيبقى في حجم النمله كده، ودي مصلحه وجت في وقتها. وبن دلوقتي بقى فضائي اسمه نانو ماج، كائن هجين ما بين الانسان ونانو شريحه، عنده جناحات ويقدر يدخل اي مكان حرفيا. وبن هو بالحجم الميكروسكوبي ده بيطير بسرعه ناحيه فيكتور وبيصغر اكتر لحد ما بيدخل مناخيره. بمجرد ما بيدخل بيبدا يسمع صوت مش صوت فيكتور ولا صوت انسان، ده بيكون صوت الملكه. والملكه بتكون قاعده جوه عامله مستعمره كامله بتتحكم في كل حاجه من جوه جسم فيكتور. وبره جوين وكيفن بيحاولوا يشغلوا المصابين على اللي بيحصل علشان يدوا البن فرصه، وبن بيتوغل جوه واخيرا بيوصل للملكه. وبتكون كائنه عملاقه مش شبه اي كائن قبله قبل كده، وعينيها مليانه شر. والملكه بتحاول تضم بن ليها وبتعرض عليه يبقى جزء من جيشها تتبناه بدل ما تدمره، لكن بن بيرفض وبيرد بكل ثقه انه هيحمي كوكبه حتى لو هيقوم حرب لوحده. والملكه بعد ما اتصدمت من الرفض بتقرر انها تخلص على البشريه دلوقتي حالا، وبتحاول تفعل الشرائح كلها وبتبدا نهايه العالم. لكن في اللحظه دي نانو مات بيجمع كل الطاقه اللي فيه وبيضرب موجه كهربائيه من جوه جسم فيكتور. لحظتها بيحصل انفجار نانو صادم وبيكون مدمر، والملكه بتتفتت وحرفيا بتتحول لهوا وكل مستعمرتها بتنهار. وبعد موت الملكه بنشوف ان كل الشرايح بتقع مره واحده والمصابين بيرجعوا لطبيعتهم، حتى فيكتور بيقع على الارض مرهق وبيكون اتحرر اخيرا. وبن بيخرج من جسم فيكتور وبيرجع لحجمه الطبيعي، والكل بيتجمع حواليه. وجوين بتبتسم لاول مره من ساعه ما بدا الفيلم، وبتكون البنت قمر وهي بتضحك. وايلين بتبص البن بعين فيها دمعه كده وبتقول له وفيت بوعدك. وانا كمان يا صديقي وفيت بوعدي. وعلشان اعرف مين اللي وصل لهنا في الفيديو قول لي لو معاك الاومنيتريكس هتعمل بيها ايه ونستقبل اول مجرم. ولو عجبك الفيلم فذوقيا منك وبالذوق والادب تنزل تحط لايك واشتراك وخش القناه وخد لك لفه، لاني عارف ومتاكد ان في حاجه هتعجبك. وبس كان معاك مندو والسلام، وما تنساش تصلي على النبي بقى.